في الحلقة اللي فاتت جاوبنا على سؤال مهم: ينفع في فترة الرضاعة تخسي؟ واتفقنا انه ممكن، بس مش دايت قاسي وبعجز سعرات قوي. طيب نمشي على الدايت صح ازاي؟ اول حاجة تعالوا نتكلم عن السعرات الحرارية. مفيش رقم واحد لكل الامهات اللي بترضع. احتياجك من السعرات بيتحدد حسب الوزن والطول، العمر، الحركة، وهل الرضاعة لطفلك كلها طبيعية ولا بيحتاج لبن صناعي. اول ما نعرف المعلومات دي نقدر نعمل عجز سعرات مناسب وتدريجي. يعني الفكرة انك ما تاكليش اقل كمية اكل ممكنة، الفكرة انك تاكلي بكمية اقل من احتياجاتك بدرجة تسمح لك انك تخسي، ولكن وانت لسه بتاخدي احتياجاتك الغذائيه الكفايه. تاني نقطه هي البروتين. البروتين مهم جدا لانه بيساعد على الشبع، وكمان بيحافظ على كتلتك العضليه وانت بتنزلي في الوزن، فلازم يكون موجود وبشكل منتظم في وجباتك، مثلا زي البيض، الفراخ، السمك، اللحمه، منتجات الالبان، الزبادي، البقوليات لو بتحبيها. النقطه الثالثه هي النشويات، والنشويات مش ممنوعه، ودي نقطه مهمه جدا. مش لازم نعمل دايت من غير مكرونه ومن غير رز ومن غير عيش ومن غير بطاطس. احنا محتاجين كمية مناسبة، وكمان اختيار مناسب لانواع النشويات، وكمان نوزعها ما بين الوجبات. النقطة الرابعة هي الخضار والفاكهة والالياف، انها بتساعد جدا في الشبع والهضم وكمان الامساك، وخصوصا ان الامساك بيبقى مشكلة عند كتير من الامهات بعد الولادة، وكمان بتوفر مجموعة كبيرة جدا من الفيتامينات والمعادن. النقطة الخامسة هي الدهون الصحية. مش معنى اننا بنخس اننا نمنع الدهون. زيت الزيتون، الاسماك الدهنية، الافوكاتو، المكسرات بس بكمية مناسبة، وكمان غيرها انواع كتير. المهم في الدهون هي الكميه لان سعراتها عاليه. رقم 6 هي الميه، وهنا في خرافه مشهوره انك لازم تشربي 5-6 لتر علشان اللبن يزيد. مش شرط، اشربي كميه كفايه حسب عطشك واحتياجاتك، ومع الرضاعه غالبا هتلاحظ ان العطش بيزيد. هي مش مسابقه مين يشرب ميه اكتر. رقم 7 هي الفيتامينات والمعادن. بعد الولاده والرضاعه الاهتمام بالتغذيه مهم جدا جدا. في كتير من الحالات بنحتاج نراجع على الحديد وفيتامين دي وكمان الكالسيوم، ولو الام فيجيتيريان بنراجع على فيتامين بي 12 وغيرهم، طبعا على حسب النظام الغذائي والحاله وكمان التحاليل. يعني مش معنى ان احنا بنخس ان احنا بنقلل اكل وخلاص، احنا عايزين كمان جوده الاكل. رقم 8 هي الحركه، والحركه بركه. مش لازم تبداي بجيم وتمارين عنيفه، ابداي بالتدريج حسب حالتك وتعليمات دكتورك. المشي ممكن يكون بدايه ممتازه، وبعدها نقدر بالتدريج نبدا في تمارين تانية، ومع الوقت نبدا في تمارين المقاومه، لان زي ما قلنا هي مهمه جدا عشان تحافظ على الكتله العضليه بتاعتك. بس خدي بالك ان الرجوع للرياضه لازم يتحدد على حسب حاله الام ونوع الولاده، وكمان لو في اي مضاعفات موجوده. رقم 9 النوم. وانا عارف انكم هتضحكوا لان ما ينفعش اقول لك نامي كويس وانت جنبك طفل عمره شهر ما بينامش ساعه، بس فعلا لو في فرصه للنوم والراحه استغليها. نامي، لان قله النوم والارهاق بيخلوا التحكم في الشهيه والمشاعر صعب. والاهم من كل ده، لو انت ام جديده وبتتفرجي على الحلقه دي، مش مطلوب منك ترجعي لوزن جسمك القديم في اسرع وقت. جسمك عدى ب9 شهور كلهم تغيرات، وممكن يحتاج وقت علشان يرجع لتوازنه. وفي النهايه التخسيس بعد الولاده ممكن يحصل بامان عند كتير من الامهات، بس محتاج خطه مناسبه ونزول تدريجي في الوزن، وكمان تغذيه كفايه ليكي ولطفلك. ما تخليش مشكلتك انك تحاولي ترجعي لوزنك القديم باي شكل حتى لو هيضر صحتك. سلام.